السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الطلبيه. كان عندي فيها صابلي وكانت عندي الرخامه ديال الكاوكاو، وهذاك الشكل اللي فايت خدمنا باللوز حتى هو خدمته بكاوكاو حيت مولاتو اللي طلباتو. وكان عندي حتى المالح 1 كيلو. المهم نبداو بصابلي هو الاول. خلاص كما وريتكم في الفيديو اللي فات، كناخذ زلافه ديال الزيت مع زلافه ديال السنيده مع ربعه ديال الزبده دايبه مع لاغوم. انا درت هنا ديال الليمون، يعني تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو ولا ديروا الفاني. صافي كنخلطهم مزيان، وبعد ما كتدفى ليا الزبده كنزيد البيض، كنزيد 3 ولا 4 البيضات على حسب البيض واش كبير ولا صغير. صافي ومن بعد كنزيد الطحين. المهم هاد الخليط هذا راه غالبا كيهز ليا كيلو، حيت ملي كتكون الزبده دايبه كتدخل لينا يعني كميه زايده ديال الطحين، ماشي بحال فاش كتكون قاصحه ما كتدخلش الطحين بزاف. صافي بالنسبه للطحين خدا ليا كيلو وشي شويه. انا راه اصلا العجنه الاولى، هذه العجنه الثانيه. غادي نعجن يعني العجينات كاملين ديال الصابلي وديال المالح. صافي وديك الساعه عاد نجلس نبدا نطبخ. بالنسبه للصابلي كما كتشوفوا ما كنعجنوه ما والو، ملي كنبقاو غير هكا كنجمعو بيدينا. البلاصه اللي كتبان لينا باقا خفيفه كنبقاو نهزو الطحين من الجهه الاخرى ونزيدوه فيها حتى كتشرب لينا ديك الطحين كامل. صافي كما كتشوفوا كنبقى هكا نحركو كنحاول ندخل داك الطحين غير بصبعاني، يعني حيت الا بقيتو كتبركو هكا ولا بحال بقيتو بحال كدلكوه راه ملي تيطيب الصابلي تيصغار تيديفورما. صافي بالخصوص كنتو غتخدموا صابلي بالموتيف تجيكم الشكلاطه كبيره على الصابلي. صافي ما كيبقاش هكا المنظر زوين، يعني حتى في الشوفه كتبان لكم الكاطويه مكمشه وصغيره، ما كيجيوش قد يعني وحده كتكمش بزاف وحده كتكمش شويه، ما كيجيوش قياس واحد. داكشي علاش ما دلكوه ما والو، بقاو غير كتحركوا هكا العجينه بشويه بشويه حتى كتشرب داك الطحين كامل. صافي درتهم في بلاستيكه. المهم راه كل وحده بوحدها. وهنايا غادي نعجن صابلي مالح، يعني غندير غير نص عجنه، نص كيلو ديال الطحين. عندي 125 غرام ديال المارغرين، وعندي كاس ديال الزيت، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، وخلاص العطريه درت شويه د البزار ودرت التحميره ودرت شويه ديال الزعتر ودرت فرماجه. صافي كنخلطهم هكا مزيان. نتوما الزبده فاش كنبقاو كنخدموها هكا كتاخذ شويه الوقت، يعني داكشي علاش انا كنفضل على انني ندوبها كتسربيني. صافي زدت هنايا 2 بيضات، تقدروا تزيدوا حتى ل3 يعني باش يجيكم مقرمش، حيت هاد الصابلي زعما مكيجيش هكا مقرمش، راه تيجي رطب شويه ماشي بحال المملحات الاخرين. هما غادي نعجنهم نيت من موراه. صافي هنايا كندير الطحين، درت 400 غرام. ديك الساعه الا خصاتني شي حاجه غادي نزيد. صافي حتى هو نفس الشيء ما كنعجنوش، كنبقاو غير كنحركو هكا حتى كيشرب لينا الطحين.
هنايا زدت ليه واحد شويه، غير شويه ماشي بزاف. في الاول راه كانت 400 وجوج واقيلا، دابا زدت ولات 414، يعني ما زدتش بزاف. صافي من بعد ما غادي يشرب ليا داك الطحين، كنجمعو كنديروه في بلاستيكه. يعني تقدروا ديروهم في الثلاجه، غير انا حيت كنخدم صاب لي شويه قاصح داكشي باش ما كنديروش في الثلاجه، كنبدا نطبعو ديريكت. وبالنسبه للمملحات الاخرين حتى هما راه فايت شاركتهم معاكم. خديت نص كيلو ديال الطحين، هادو العكس ديال صابلي كنبداو بالسوائل. هنايا غادي نبدا غير بالنواشف هما الاولى. نص كيلو ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الثوم بودره، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، ودرت شويه ديال سودانيه، ودرت معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. يعني اللي مبغيش يدير السودانيه ما يديرهاش ولا يدير الهريسه. انا كندير الهريسه حيت ما كانش عندي، درت شويه ديال السودانيه صافي. ودرت نص كاس ديال الزيت مع نص كاس ديال الزبده. وهنايا زدت بيضه. المهم كنبقاو كنخلطوا داكشي كامل، كنبسبسوه مزيان. وعاد في التالي غادي نجمعوه بالماء. انا فاش كنوصل لهاد المرحله هادي راني كنذوق، باش الا كنقص من الملحه كنزيد شويه. صافي من بعد ما ذقت زدت شويه د الملحه وزدت شويه ديال السودانيه. صافي غادي نجمع بالماء. الماء دابا حيت الحال بارد درتو شويه دافي غير باش ما تكوش لينا ديك الزبده. صافي غادي خلاص نجمعوها عادي بحال يعني بحال كنعجنوا الخبز، هادي ماشي مشكل. صافي انا قسمتهم على جوج، واحد غادي ندير ليه الزعتر وواحد غادي ندير ليه العطريه ديال بسطيله الحوت. صافي الزعتر غير كنحكو هكا بين يدي وكندخلو فيها. الثانيه كما قلت لكم درت لها بسطيله ديال العطريه ديال بسطيله الحوت. المهم عينكم ميزانكم، كتجيبها صراحه زوينه في المذاق. ودرت لها حتى شويه ديال الثوم بودره. اللي ما عندهاش الثوم بودره تقدر تاخذ غير زعما الثومه طريه وتحكها
تحكى بالحكاكه الرقيقه ولا طحنها صافي وديرها عادي. صافي غادي نخليهم يرتاحوا بين ما وجدت العقده ديال الكاوكاو. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو شريته بلا قشره. صافي كنخليه تنديرو غير شويه هكا في الماء طايب غير تيغلي واحد شويه نحيدو. خاص كنطحنو مع نصف الكميه ديال السكر والمسكر حره المهم واي نكهه بغيتو. صافي هنايا دزت دوك المملحات هما الاولى هما اللي كيقبطوا اليد هكايا في لا فينيسيون ديالهم. بالنسبه لهذا الشكل هذا يعني نفس الشكل اللي فايته درت بالفرماج، يعني هذا باش زوين ما كطبعي ما والو. كتسرحي فوق بابي كويسون نيشان باش منين كتقطعي كتهزي بابي وكديريه فوق اللاطه ديالك، يعني مكتبقايش تهزي بالوحيده المهم انا نطلقو رقيق واصلا راه فيه الخميره ديال الحلوى، يعني راه غادي يطلع واحد شويه وغادي نقادو نحيد ليه هكايا الجناب اللي عوج. خلاص هذوك الجناب اللي حيدت جمعتهم عاود طلقتهم وما درت بهم واحد المستطيل صغيور. صافي كناخد جراره وكنبقى ندير اشريطه، يعني تقدروا ديروهم رقاق غلاظ المهم اللي بغيتو. درتهم زعما هكا متوسطين يجيوني على شكل مستطيلات فاش غنقطعهم. صافي غادي ندهنهم بالبيض. كناخد بيضه كندير لها شويه ديال التحميره، درت لها شويه ديال البودره ديال الثومه وشويه ديال الخل وشويه ديال الحار. صافي غادي نخلطها مزيان وغادي ندهن بها الوجه. وغادي نحك عليه فرماج حمر، هذا اللي بالزعتر درت ليه الفرماج حمر ومن بعد رشيت عليه عاوتاني الزعتر في الوجه. فرماج حمر حكيته بالحكاكه الرقيقه. صافي الا طحتنا هكا شي بلاصه فيها بزاف كنحاولوا نقادوه، يعني باش كيجيو الحبات كاملين فيهم الفرماج. المهم الزعتر تا هو كنحكوه هكا شويه وكنرشو من الفوق. المهم دابا الشكل الثاني درتو بين جوج بلاستيكات، يعني باش ما يعذبنيش بلاستيك كيسربيني، كل واحد يخدم بالطريقه اللي كتريح. صافي نفس الشيء غادي نطلقه، ولكن هذا غادي يكون بالطابع. المهم كنقادو مزيان باش ما تجيش جهه رقيقه وجهه غليظه. صافي وغادي نبدا نطبع. هنايا عندي طابع ديال الكوكياجه، المهم طبعتها كامله وخلاص. هذوك
الزوائد اللي كيبقاو كنجمعوهم ديك الساعه كنعاود نخدمو بهم، حيت العجينه شويه يعني فاش كتكون مرتاحه كتكون مرخيه، تقدري تعاودي تخدمي بها ديك الساعه بلا ما تخليها ترتاح. المهم دهنتهم بنفس الخليط ديال البيض ودرت لهم نص لوزه، يعني اللوز كنشدوه كنقسموه على جوج وكنديروه في ديك البليصه. من بعد كنعاود ندوز البيض فوق داك اللوز باش ما كيبقاش هكا كتيبان ناشف، باش كيجي هكا بري. دابا دخلتهم يطيبوا ودزت العجينه ديال الصابلي المالح نفس الشيء، طلقتها وغادي نخرج منها جوج ديال الشكيلات، يعني واحد على شكل وريضه وواحد اوفال. غادي ندهنهم بنفس الخليط ديال البيض وغادي نزوقهم. واحد درت ليه كاوكاو ايفيلي وواحد زريعه. زريعه الكحله مقشره، تقدروا ديروا اي حاجه، المهم على حسب الكليان شنو طلب لكم ولا على حسب شنو كتبغيو نتوما. صافي ملي كندير ديك الزريعه ولا اي حاجه درتها في الوجه نعاود فوق منها بالبيض، يعني باش ما كتبقاش هكاك كتبان شاحته وحتى باش كتلصق. صافي داك اللي فيه كاكاو ايفيلي رشيت فوق منه البافو ودخلتهم يطيبوا. يعني دابا ملي كانوا تيطيبوا كنت انا كنطبع الصابلي هنايا. بالنسبه للصابلي عندي كل كيلو ديال الطحين فيه شكل، عندي هذا الشكل هذا مدور وعندي الاخر اللي فايت خدمت معاكم. صافي كنطلق هكايا، طلقه تكون كبيره شويه وكنبقى نطبع حتى كنسالي. كنبقى نهز هكايا بالموس ونستف في اللاطه. يعني فاش كيكون عندك هكايا لاطات بزاف ما تتوقفيش، هادوك راهم تيطيبوا وهادو عاوتاني غنعمرهم حنا غاديين. ماشي بحال فاش كيكون عندك غير جوج ولا تبقاي كتسناي حتى طيب الاولى وتخويا. يعني واخا عندي هكايا شحال عندي وقيلا 4، واخا هكا كنبقى كنتسنى. ولا عندي 4 قد كبار وعندي وحدين صغار، ولكن واخا هكاك فاش يعمرو كاملين كنبقى كنتسنى وديك تبقاي كتسناي لاطه تخوى شحال خايبه. صافي هاد الطراف اللي كيبقاو ليا ديال العجينه هانتوما ما كنعجنهم والو، كنجمعهم هكايا كندير شي فوق شي وكنزيد عليهم العجينه. يعني هنايا حيت بقى ليا شويه من داك العجنه الاولى، يعني ما خصنيش نخلطها مع الثانيه. صافي طلقتها بوحدها. صافي هاهما، يعني داك الكيلو عطاني 2 لاطات، هادو فيهم شي كدا و70. صافي هنايا كانت لاطه الاولى ديال الصالي طابت، هبطتها غير لتحت يتحمر شويه من الوجه ودخلت صابلي. خلاص هاد الشكل هذا فاش كيطيب راه كيجي ملاصق. كنبقاو هكا كنقسموه، يعني راه ما كيتهرس ما والو. وفي نفس الوقت كان عندي الكاوكاو ديال الرخامه درتو تيتحمر، يعني الفران شاعل خصنا
نستغل الفرصه. وبالنسبه للشكل الثاني اللي قلت لكم ها هو هنايا دخلته صافي. من بعد ما طاب ليا داك الصابلي خدمت هذا ديال الكاوكاو. يعني ما بغيتش نعاود نخدمه حيت راه فايته زعما فايته درتو معكم في داك الفيديو، زعما باش ما يجيش هكا الفيديو طويل. صافي ملي خدمته خليته ينشف وجيت كنصاوب لي موتيف ديال الشكلاط اللي غنحتاج. بالنسبه لهذا اللي غادي نخدمه بشكلاط ابيض، خديت لي سوريز حمر وقطعتهم، كتقطعهم على 3 ولا على 4، وخديت هكا طريفات ديال الكركاع. كندير شكلاط ابيض، المهم كنديرو طبقه رقيقه وكنبقاو كنحطو عليها. خاصنا نزربو حيت دابا مع الحال بارد يعني ما كتجي فين تسالي الزواق حتى كتلقاي الشكلاط جمد. صافي كندير الكركاع وكندير لي سوريز ودرت البافو. هذاك ديال ديك المره كنت درت ليه واحد العقيق، هذا درت ليه البافو. يعني تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو. صافي وفي التالي كنزيد هذوك الوريقات ديال الدب كنهزهم هكا بداك النتاف وكنحطهم فوق الشكلاط. صراحه هذا الا كانت عندكم منه كميه كثيره حيت كيشد اليد بزاف، خاصكم هكا شي يعني الليمون اللي غتخدموا فيهم يكون عندكم بزاف باش يسربيوكم. صافي هذا الشكل الثاني يعني فيه موتيف هكا عادي. المهم بقيت كنخدم هذا وهذا وكنديرهم في كونجيلاتور ونعاود نجبد ونخوي. هنايا كان طاب لي داك الصالي، ها هو اللي كيجي زويون في المنظر وحتى في المذاق. هاد الحبه درتها بالعجينه ديال الصابلي، كانت بقات لي واحد شويه وجربتها. هانتوما هذيك الاولى بالعجينه الصابلي والثانيه بالعجينه العاديه. صافي هنايا غادي نصايب معكم الرخامه اللي غادي نصايبوها بالزربه حتى نحطها لكم في فيديو اخر بوحديتها. هذا الكاوكاو اللي كنت حمرت طحنته، كنزيد ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الفاني ولا ديروا اي نكهه بغيتو. وتقدروا ديروا الكاكاو حتى الكاكاو يعني ما تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. يعني انا مره كنديرو مره ما كنديروش. صافي وهنايا غادي نجمع بالعسل. هاد العسل هذا ديال الدار عندي ثقيل. صافي نبقى كنجمع حتى غادي حتى تجمع ليا. الكاوكاو ديال الرخامه خاصو يتحمر مزيان، ماشي بحال الكاوكاو ديال المعلكه. ديال المعلكه غير كنصهدوه، اما هذا يعني ما غاديش يعاود يطيب، كيتحمر مزيان باش كيجي حتى في المذاق زوين. هاد الكيلو راه تقريبا خدا ليا هذيك القرعه كامله. المهم هذيك القرعه ديال المطيشه الكبيره ديال العيشه هي اللي كنت معمرها بالعسل، راه كانت عامره يعني بقى فيها غير شويه. صافي من بعد ما جمعتها نتوما كتشوفوا يعني ما كديروهاش خفيفه، كتكون شويه شاده في راسها. نحطها بين شي جوج بلاستيكات ولا المهم ضروري تحطوا شي حاجه من الفوق شي حاجه من التحت باش من تبغيو تقلبوها تكون سهله. صافي وغادي نقادها هكا بالثلاك نطلقها على شكل مستطيل
المهم هنايا قلبتها غير باش يبان ليا واش زعما القاع مقاد ولا لا. وكنبقى كنقلب هكا بيدي، يعني الجهه اللي بانت ليا باقا عاليه كندوز عليها باش كتقاد مع الجهه الاخرين، وكنقاد الجناب. المهم دابا غادي نجيب، يعني ضروري تحطوها فوق شي حاجه، شي بلاطو ولا شي لاطه، باش ملي ديروا لها الشكلاط وتبغيو تقلبوها تيكون سهله. حيت الا خليتيها هكا فوق الطبله ودرتي لها الشكلاط، ملي تبغي تقلبيها يتهرس لك داك الشكلاط كامل. صافي انا خليتها هكايا فوق البلاستيكه. المهم كنقدحها مزيان غير باش ما يخرجوش ليا كسور بزاف وصافي. انا غادي ندير لها في القاع شكلاط كحل وفي الوجه شكلاط ابيض. صافي هنايا ذوبت الشكلاط خويته عليها، كنقادو بالمعلقه وغادي نخليه حتى يجمد. عاد غادي نقلبها، ما تدخلوها للثلاجه لا والو، دابا راه الحال بارد دغيا تتجمد. وحتى في الصيف ما تدخلوهاش للثلاجه، حيت ملي كتدخليها للثلاجه داك الشكلاط كيقصح بزاف، فاش كتقطعي كيتهرس. يعني من الافضل ما تدخليهاش كاع للثلاجه. هي واخا ضروري شي حبات هكا كيتهرسوا، ولكن زعما الا بغيتي تفادي انهم يتهرسوا بقاي طراسي بالموس هو الاول كما غندير، وعاد قطعي، ولكن ضروري شي حبات يتهرسوا. صافي هنايا نتوما قلبتها في لاطه اخرى ونردها لهاديك الاولى اللي كبيره، وغادي ندوب الشكلاط بيض. يعني فاش تبغيو ديروا هاد العمليه هادي ديال الزوق خاصكم تزربوا عليها دغيا، حيت الشكلاط كيجمد دغيا. المهم انا باش ما يجمدش ليا دغيا راني درت فيه شويه ديال الزيت، يعني درت فيه هكا الزيت بالججاري، او حتى بقى تيهبط ليا هكا مع الجناب، ولكن ماشي مشكله. في التالي غادي نهز داك بابي كويسون في الجنب، سوف ما يبقاش يهبط لي. المهم طلقت شكلاط ابيض في الوجه. انا في الاصل كندير ليه ملون بيض، حيت هاد الشكلاط ديال كالا صراحه تيكون بحال غادي الصفوريه، يعني اي نسيت حتى خويته هنايا عاد تفكرت بانني ما درتوش. المهم هو تيعطي اللون ناصع زوين. صافي هنا كنكون دايره الشكلاط كحل في البوش ولا في البلاستيك، غير كنخوي الشكلاط ابيض، كنبدا ندير خطوط دغيا باش نزوقها، حيت راه دغيا كتبقى تجمد، وفاش غدوزي عليها الكيغدون ولا الموس ما غيبغيش يدوز. صافي كنبقى خط كنديه وخط كنجيبو، يعني واحد كنطلعو وواحد كنهبطو بالعكس باش كتجينا ديك الرشمه، وغادي نخليها حتى هي حتى تجمد وغادي نقطعها. صافي هنا من بعد ما جمد ليا الشكلاط جبتها باش نقطعها، كنحيد الجناب وكنطراسي، يعني كندوز على الشكلاط هو الاول وعاد كنعاود ندوز وكنقطع حتى الكاوكاو. يعني ما كنجيش وكنبرك، فاش كنبرك كتقسم ليا، كيتقسم ليا الشكلاط كيتشقق، داكشي علاش كنطراسي. صافي فاش كنبقى ندوز هكاك راه كيبقى هكا الشكلاط كيتنجر ليا شويه، كنمسح الموس وكنعاود نقطع به. المهم انا درتها شويه رقيقه على حسب السيده باش تخرج لها كميه كثيره، والسمك تيبقى على حسب الاختيار ديالكم، كل واحد شنو تيبغي. ولكن زعما هكا فاش كيكون شي وحده عندها شي مناسبه يعني راه ضروري هكا تترققي شويه باش كتعطيك العدد. صافي من بعد ما قطعتهم
دابا غادي نقلب اللاطه، يعني نقطعهم في نفس اللاطه بلا ما نبقى نهز ونحط، وغادي نبقى نقطع شويه مايل. تقدروا تقطعوها مربعات حتى هي كتجي زوينه. صافي كنقطع الصف اللي قطعته كنديرو في الكيسات، وكنديرو في الكرتونه نيشان، يعني باش ما تعمرش ليا الطبله ونترون. فاش كنجي نقطع هاد المرصويات الصغار ما كنجيش وكنبرك، يعني راه بحال بحال غنقطع بالمنشار باش ما يتهرسش ليا الشكلاط، يعني الا جيت وهبطت عليه كيتقسم. نتوما شفتوا كيفاش كتجي، يعني كتجي زوينه في المنظر، حتى في المذاق صراحه كتجي زوينه. عاد كون درت لها الملون بيض كتجي زوينه بزاف. صافي نايا فاش قطعتها كامله هي استفتها نيشان، يعني هذه ما غتعبر ما والو، غادي تديها مولاتها كامله. هادو هما الطراف اللي بقاو ليا، يعني اللي بغات تعاودهم راه غادي تحيد منهم داك الطبقات الشكلاط اللي الفوق اللي تحت وتعاودهم. وخاص الا كانوا هكا قلالين بحال هكا يعني ماشي ضروري يتعاودوا، يعني تياكلوهم الوليدات ولا. صافي هنايا دزت باش نفيني، يعني غنفيني هاد الشكل هو الاول وغندوز للصابلي. خلاص هذا راكم عرفتوا كيفاش كنفيني. كندهنو بناباج وكندير ليه الكونكاسي في الجناب. الا كان اللوز راه كنديروا له اللوز كونكاسي، هذا حيت بكاوكاو راه درنا ليه كاوكاو كونكاسي حتى هو راه خلاص مصايب في الدار، يعني بنفس الطريقه اللي صايبت بها ديك النهار اللوز. كنسلقوه وكندوزوه في الهاشوار، عاد كنحمروه. خاصو يتطحن قبل ما يتحمر، حيت الا مشيتي حتى حمرتيه عاد درتيه في الهاشوار فراه تيولي بودر. صافي نفس الشيء كنفرش الكيسات، وكنبقى الحبه اللي فينيتها كنحطها في الكيسات باش ما نبقاش نعاود. يا من الاحسن تفرشوا الكيسات بزاف وتبقاو اللي فينيتوها تحطوهم بعد تجمعوهم، احسن ما تبقاو ديروا حبه بحبه. داكشي اللي غندير من بعد، غادي نفرش كيسات وغادي نبقى نحط حتى نسالي وعاد نستف. نعرف شنو كنت غادي نقول، وطفى لي التليفون وانا كنسجل، بقيت كنقول يا ربي غير يبقى التسجيل ما يتنساش. صافي دابا كتجيني قضيه سهله، كنبقى تنهز وتنحط في الكرتونه حتى هذا نفس الشيء ما غاديش يتعبر. المهم راه كيلو راه تبارك الله تيعطي، يعني تيعطي اكثر من 100 حبه بالنسبه للناس اللي هكا عندهم شي مناسبه. يعني كيلو راه تيعطي اكثر من 100 حبه حتى 110. وتقدروا تصغروا، يعني الا صغرتي راه تيعطيك اكثر. صافي نيت الصابلي غادي نذوقو.
هاد الصابلي مدور هو اللي غندير ليه داك الموتيف الكحل. درتو على وجهه. في الاصل كندير صابلي على الظهر ديالو باش كتجي هكايا الكاطويه فينيه من الفوق ومن التحت، ولكن هذا حيت ما غاديش يتزوق من الجناب، يعني ضروري نديرو على وجهه باش كيبقاو يبانو الجناب مقادين. صافي خديت ناباج سخنتو، زدت ليه نكهه الفريز ودرتو في هذيك القرعه اللي كنخدم بها. يعني ديك تتسربيني حسن ما بقيت ندير بالمعلقه شويه بشويه. صافي قلت لكم الناباج ملي كنسخنو وكنخليه يبرد راه كيعقد وكنبدا نخدم به. يعني ما عندهاش ديك القريعه، تقدر تاخذ غير قرعه عاديه تقبها تقبلها الغطايه، يعني تخلي الناباج حتى يبرد عاد تخويه فيها باش ما تكمش ليها، ولا دير في شي بلاستيكه ولا في بوش، المهم اي حاجه غادي تسربيك. صافي كندير غير الوسط، كنحاول نزيد شويه هكايا على حساب الشكلاطه. المهم ما خصوش يخرج لينا على الجناب باش كتبقى الكاطويه هكا زوينه في المنظر. صافي الوسط ديالو انا كانت عندي زريعه ملونه درتها في الوسط، وتقدروا تخليوه هكاك، تقدروا ديروا العقيق ولا اي حاجه بغيتو، ولا ما ديروش الناباج مثلا تقدروا دهنوا بالناباج يعني بلا نكهه بلا والو، وديروا فواكه معسله الوسط ولا اي حاجه. صافي كنحط الموتيف راه تيلصق، يخي بالك تيتزعزع في الاول، راه ملي تيبقى هكايا مثلا اللي صوبتيه اليوم غد ليه كتلقايه صافي يشد تيلصق مزيان. بالنسبه للحبات اللي عطاني هاد الصابلي تقريبا شي 190 حتى 200 حبه، حيت شي حبات كانوا هكا تحمروا بزاف، يعني ما غاديش يصلحوا ديريهم حيت يجيو هكا مرين. المهم تقريبا عطاني 190 حبه. درتو شي شويه غليظ حيت ما يعني ما غاديش تلاصق وحده مع وحده. خلاص ملي كنكون لاصق وحده مع وحده راه تنديرو رقيق، يعني راه تيعطينا اكثر من 200 حبه، ومنين غادي يتجمعوا راه غادي ينقصوا. هادي اللاطه الاولى والكماله ديالو ها هي اللي نديرها في هاد اللاطه الثانيه. صافي هكا كتجيك القضيه سهله، كتستفي كديري الناباج كتحطي الشكلاط وانتي ساليتي. هانتوما بحال دوك الجوج اللي محمرين هكاك نحيدهم، ما غاديش نديرهم يعني باش ما يجيش المذاق ديالهم خايب. وصافي خلاص نفس الشيء. المهم انا كندير وماما تتعاونني. صافي حنا سالينا. هذا صراحه راه ما تيشدش اليد دغيا دغيا، اللي تيشد اليد هو هذاك اللي جاي من موراه، عرفتي راه كيشد اليد بزاف، لا في الشكلاط لا في الفينيسيون لا في كلشي، بخصوص الشكلاط تديري الشكلاط ديري فوق القرقعه، ديري فوق السوريزه، ديري فوق العقيق ولا البافو، وديري داك. المهم تيشد اليد، يعني ماشي بحال هاد لي موتيف العاديين اللي فيهم الزواق. خلاص هذاك راه تيكون زايد في الثمن، يعني اي حاجه زايده فيها الخدمه ولا زايده فيها الماده باش خدمتي كتكون زايده في الثمن.
صافي من بعد ما سالينا هانتي لاطه الاولى عامره والثانيه راه نقص منها غير شويه باش تعمر. صافي كيجي زويون هكا في المنظر، يعني داك الوسط احمر فوق منه دوك الالوان ديال الزريعه. دابا هاد الصابلي هذا المهم انا صابلي كما قلت لكم كنخدموا على هاد يعني كما شفتوا دابا قلبته هنا القاع ديالو هو اللي تيتحط عليه باش كيبقى لتحت هكا باين زوين. صافي هنايا غادي يعني ناباج راه ما سخنتو ما والو، تنخدمو هكا شويه بالمعلقه وكنبقاو ندهنو ونحطو شكلاط الوسط. حتى هو نفس الشيء، ما كنبقاوش نديرو حبه بحبه بحبه صافي حتى كتدهني واحد مثلا دهني نص ديال الكميه اللي عندك، ولا على الاقل 10 ولا 20 حبه، وعاد دوزي ديري لهم زعما دوزي كملي لهم هكا الزواق. صافي غادي نزوقو في الجناب، يا دغيا تيلصق مع الناباج دغيا تيلصق. هذا هو اللي تيشد اليد حتى هو، يعني ماشي بحال الاول دغيا دغيا. هو هذا جلسي جلسي بالحبه بالحبه زعما اللي ما عندوش الصبر زعما ما يقدرش يجلس هكا يكمل. المهم نفس الشيء تا هو عطاني 2 لاطات كما كتشوفوا كيجي زويون، لا هو لا هذا. صافي انا بعد ما كملتهم غادي نجمعهم، يعني حتى هما راه بلا عبر، غير انا هنا غادي نعبرو قدامكم غير باش تعرفوا هكا الكيلو ديال الطحين شحال خرج ليا من كل شكل. انا راه حتى بديت كنستف وانا نقول اجي نعبرو، وحتى كيلو عبار نقول لكم شحال فيه من حبه. المهم راح حمقني الميزان واحد شويه كان الخد ديالو مراكبش مزيان كان تيطفى، راه حتى تنبدا وتيطفى شي 2 مرات، وكنخوي عاوتاني كرطونه وكنعاود عاوتاني زعما كيحمق. المهم راه خويت هنا وعاودت عاوتاني درت طارد الكرطونه وبديت عاوتاني كنعبر وطفى ليا وليت عاودت المره الثالثه. المهم هنايا راه كنت كنعبر وكنحسب، يعني باش نقول لكم هكا كيلو عبار شحال فيه من حبه. عطاتني تقريبا 66 حبه في كيلو عبار. يعني هاد الكيلو ديال الطحين راه غيخرج لنا اكثر من 2 كيلو. نتوما تشوفوا في التالي شحال يخرج لينا. صافي خديت هذوك الكريطنات اللي قلت لكم ديال التمر، هانتوما راهم نقيين، يعني زعما ماشي شي حاجه اللي غادي تخافي ديري فيها، وصحاحين في نفس الوقت تيهزوا هكا كميه كثيره. المهم هذا حيتاش فيه داك الناباج الوسط باش ما يتوسخش ليا الوجه ديالو. ما بين كل طبقه وطبقه كنديروا يا بلاستيكه يا شي بابي ولا اي حاجه عندكم. المهم ضروري تفرقوا بيناتهم ماشي بحال الصابلي الاخر. صافي
شوفي هنا يبقاو لي غير شي حبات قلال غادي نحطهم هكا نزلعهم الفوق ماشي مشكل. المهم راه تقريبا غادي ل 3 كيلو كما كتشوفوا 2 كيلو 820 غرام، يعني راه كيخرج كما قلت لكم كيلو ديال الطحين. بالنسبه للشكلاط ما عقلتش شحال دخلت ليا، ما عقلتش. المهم راه تبارك الله كيخرج. والثاني حتى هو نفس الشيء غادي نعبرو، غير هذا غيكون خفيف عليه شويه حيت ما فيهش ناباج، زعما الناباج ما فيهش بحال الاخر. وحتى الشكلاطه د الاخر ثقيله على الشكلاطه ديال هذا. المهم هذا راه كما شفتوا راه ما فرقتو لا بلاستيك لا بتا حاجه، حيت ناشف ناشف. وحتى الشكلاطه ما فيهاش شي زواق، يعني باش غادي نحط وحده فوق وحده وغادي يتخسر. صافي كما شفتوا عطاني 2 كيلو 700، يعني ناقص غير شويه على الاخر ماشي بزاف. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعتهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زويونين تبارك الله. وبالنسبه للملح راه كنت جمعته، يعني داتو مولاتو قبل، داكشي علاش ما بانش في الاخر ديال الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى منكم الى عجبكم الفيديو دعموني باللايك ديالكم، وديروا اشتراك اذا ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وخلاص الملح هو هذا، يعني قبل ما نجمعو غير حيتاش ما صورتوش فاش جمعتو، داكشي علاش حطيتو هكا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا بزاف على حسن المتابعه. الى اللقاء ان شاء الله، الى فيديو قادم.